الفيديو جيمز اتعمل عشان نستمتع بقصصها ونقضي وقت ظريف، بس تخيل معايا كده في وسط ما انت بتلعب لقيت لغز غريب واكتشفته، والحاجه اللي انت اكتشفتها دي ملهاش علاقه خالص باللعب، شيء المطورين حطوها بشكل مخفي مفيش حد من اللاعبين اكتشفه. فمن هنا تبتدي الناس بقى اللي تدور على الموضوع ده وتتعمق فيه اكتر. يعني في بعض من الناس الاجانب بيلعبوا اللعبه مش عشان يستمتعوا بيها، ده عشان يدوروا بس على الالغاز اللي فيها، وفي الغاز بتتحل مثلا من سنه، سنتين، 21 سنه، 24 سنه، سنين رهيبه من اصدار اللعبه. انا النهارده جاي اقول لك على 7 الغاز جوه الالعاب. نوعيه الفيديوهات دي محببه الى قلبي، بس قبل ما نبدا في حاجتين انا عاوز اتكلم فيهم. الحاجه الاولانيه ان ممكن اقول لغز محدش حلها لغايه دلوقتي، وعلى استر اكس مثلا شوف، والغاز تانية كتير، يعني القايمه هتبقى متنوعه. والحاجه التانيه ان انا ما بقلدش الراجل ده، انا بحب فيديوهاته جدا، وهو بصراحه اللي كان بيعمل فيديوهات الالغاز اللي انا بحبها، الالغاز بقى اللي ما اتحلتش بقى لها سنين واللي ما اتحلتش خالص، بس لما لقيته ما بينزلش المحتوى ده كتير فقلت انا ادور واعمل فكره فيديو مناسبه من نوعيه الفيديوهات اللي انا بحبها. عارف اللي انتوا طلبتوا افضل العاب شبيهه بجي تي اي، عارف، بس فكره الفيديو ده بصراحه كنت بفكر فيه بقالي كتير وقلت اعملها لك. لو انت مهتم بالحوار ده اعمل لايك واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو. تعال نبدا مع بعض على الهادي يا زبادي، ونبدا مع لعبه جراند تريزمو، حصريه بلاي ستيشن في العاب الريس اللي نجحت نجاح جامد جدا، واللي انا اتكلمت عنها في فيديو تطور البلاي ستيشن. لو انت ما شفتوش ممكن تروح تشوفه دلوقتي. انما احنا دلوقتي هنتكلم عن جزء جراند تريزمو 4. المهم ان في بعض من اللاعبين لاحظوا ان في جسم غريب في ماب معين، والخريطه اللي كان بيظهر فيها الكائن ده هو الشامن. المهم تعاونوا مع بعض اللاعبين دول عشان يلاقوا الجسم الغريب ده، لغايه لما في وسط ما هم بيدوروا لقوه فعلا في وسط الشجر، بس من بعيد انت ممكن ما تلاحظوش، واتضح ان شكله عامل زي شكل الوحش الجليدي ده اللي ظهر في شركه المرعبين المحدوده. مرحبا في الهيمالايا. وتم اكتشاف السر ده بعد 19 سنه من صدور اللعبه، مده كبيره قوي. اللعبه الثانيه وهي لعبه كول اوف ديوتي يونايتد اوفنسيف، اللعبه اللي نزل سنه 2004، اللي كان الجزء اللي قبليه كان اول جزء في السلسله، واللي بعد كده هتتربع على عرش العاب الشوتينج كلها. مع اني ماليش دعوه بكول اوف ديوتي وموضوع الاسلام وان هم بيسيروا الاسلام والجو ده، بس دي للاسف الحقيقه هي اكتر لعبه ليها شعبيه في العالم. المهم في سر كده في اللعبه، وفي الجزء ده بالذات محدش اكتشفها كتير، والموضوع بدا بان واحد اسمه جيزي سنيدر، حد من مطورين اللعبه، قال ان في حاجه في اللعبه كده عاوزكم تكتشفوها. هو طبعا كتب في المدونه ايه السر، بس انا بقول يعني عشان السسبنس وكده، فاهم؟ فشخص اسمه فلاد من بعد ما عرف الكلام اللي اتكتب في المدونه دور على اللغز ده في ملفات اللعبه نفسها، وفضل يدور لغايه لما لقاها. وهي ببساطه انك تكتب set toiletry true وبعديها فاصله وتكتب ديفي ماب بيست جو 1، وترى تحول الجنود كلهم لكبانيهات حرفيا، وبتحارب في الحرب بقى بكل جديه وبتاع. اللغز مضحك جدا. تخيل بقى بتلعب لعبه حرب وبتاع ومش عارف ايه، وتلاقي واحد جندي كده جاي لك بكابينيه في راسه ومش ماسكين سلاح، لا السلاح ما بيبانش، انت بقى اللي هو انت لابس كابينيه بقى على راسك وبتحارب، فاهم؟ فاللغز يفطس من الضحك. يعني انت متخيل ان الحوار ده كان جوه اللعبه في ما يقرب ال 20 سنه وما كانش حد اكتشفها؟ اللعبه الثالثه معانا وهي لعبه هيلو الجزء الثالث اللي نزل سنه 2007. عاده المطورين بيعملوا لعبه ديمو وبعد كده اللعبه الاساسيه، فكان في حاجه غريبه قوي في اللعبه الديمو دي، هي ما تعتبرش لغز بس يعني حاجه كانت مبهره وما كانتش متوقعه بصراحه. فالمهم حد من اللاعبين هكر اللعبه، خلى فيها مدرعات كتيره في مكان معين زي ما انتم شايفين، والمكان ده مش فراغ، المكان ده اللي هيحصل فيه السر، ويقرر انه يضرب العربيات دي بالرشاش زي ما انتم شايفين لغايه لما يحصل المنظر ده زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط، فراشات بتطير كده من النوير. ممكن عشان هم في غابه فعشان كده فراشات وبتاع، عشان يبين يعني مدى المصداقيه. مش عارف هم ليه المطورين عملوا حاجه زي كده. ولو حاولت تعمل الموضوع ده في اللعبه بقى الاصليه مش اللعبه التجريبيه هتلاقيها ما بتحصلش، هو المطورين شالوها ومش عارف ليه حطوها من الاساس عشان يشيلوها، فاهم انت؟ مش عارف يعني، كانت حاجه خفيفه كده على ما اصلا كنت قلت اقولها لكم. يعني اللعبه اللي بعديها هي من لعبه فناف. اللعبه دي يا جماعه مخيفه بشكل كبير، انا ذات نفسي بخاف اجربها. ليه بقى؟ لان ما فيهاش هروب، يعني انت بتبقى قاعد كده في مكان تفضل تبلع بقى في جامب سكيرز عمال على بطال. ده من وجهة نظر انا، ممكن يكون في ناس كتيره بتعشق السلسله دي، وطبعا قصتها كانت حلوه جدا، ممكن ابقى اعمل فيديو عن الموضوع ده او ملخص. فالمهم احنا بنتكلم عن لعبه اتعمل لها نظريات كتيره وطلعت اسرار منها كتير. اللغز ده موجود في لعبه فناف سيستر لوكيشن. لما بتلعب في المرحله عادي لغايه لما توصل لليله الثانيه، كل اللي عليك انك هتدوس 0 1 لمده دقيقه ونص كده، هيطلع لك بعد كده شاشه زرقاء، بس لما تدوس على 0 1
للمره الثانيه هيطلع لك بعد كده ارقام واكواد غريبه كده، واللي بعضها هنشوف ان في ارقام ثابته ما بتتحركش. فالمهم في واحد على السوشيال ميديا اكتشف ان السر ده تم تشفيره عمدا من المطورين، فالناس استنتجت بان الحوار ده مقصود وان صناع اللعبه هم اللي حاطينها وان الحوار مش عشوائي. في بعض من الناس شافت بان الحل هو في لوحه المفاتيح اللي بيستخدمها اللاعب بتاعنا، بس للاسف طلعت ان هي ملهاش علاقه خالص بالارقام اللي ظهرت على الشاشه الزرقاء دي، واللاعبين حاولوا ان هم يتواصلوا مع المطورين اللعبه عشان يشوفوا السر ده ويكتشفوه، ولكن المطورين ما كانش بيرد عليهم. فللاسف اللغز ده ما اتحلتش لغايه دلوقتي. ناس كانت معتقده بان الحوار مثلا ليها علاقه بقصه اللعبه، فعلا ما حدش عارف هو ايه علاقه الارقام والشاشه الزرقاء وان هم ليه يحطوا حاجه زي كده من الاساس. اللعبه اللي بعديها وهي لعبه دراي اوت 2، لعبه نزلت سنه 2020 واللي مستوحاه من سلسله فيتال فريم، اللي عباره عن قصه تلاميذ بيحاربوا الاشباح باستخدام الكاميرات بتاعتهم. المهم في واحد اكتشف بانه لما يروح مكان معين كده في الخريطه هيلاقي صوت غريب. طبعا احنا بنتكلم عن لعبه اشباح يعني ليهم اصواتهم، انما الصوت ده بصراحه ما كانش طبيعي. وفي الاول الناس افتكرت بان ده اللغز، بان هم سمعوا الصوت مثلا معين في اللعبه وخلاص، ولكن واحد اسمه مايكل هكر اللعبه وبدا يشوف بقى حوالين الشخصيه وحوالين الخريطه دي فيها ايه بالظبط. المهم صاحبنا عرف يخش بره الخريطه خالص لغايه لما هيلاقي حاجه غريبه جدا، عباره عن قطه بيضه وواحد قاعد كده مربع، ويقال بان ده شخصيه اسطوريه في اندونيسيا. انت فاكر ان انا كده انتهيت صح؟ لا، في مكان ممكن تنزل منه سلام، ولما تخش المكان ده هيقابلك حيطه، ولكن مايكل عرف يهكر اللعبه للمره الثانيه وعرف يدخل الناحيه الثانيه من الحيطه. الناحيه الثانيه كان في مين؟ كان في وحش، والله زومبي كده مع نفسه. ونكتشف بعد كده ان في مكان كبير جدا تحت الارض واللاعبين ما اكتشفوش الحوار ده. المهم يكمل مايكل في النزول لغايه لما يقابل وحش بتاع لاست اوف اس اللي انتوا شايفينه ده، وكل مدى بيلاقي زي حاجز اللي هو ما تعديش، بس مايكل كان كل مره يهكر اللعبه عشان يعدي من الناحيه الثانيه لغايه لما يلاقي حاجه رعبتنا لشخصيا، وهو المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم. ومن بعديها مايكل ما عرفش يكتشف حاجه تانية، بس كان اللغز مرعب بصراحه. اللعبه اللي بعديها وهي لعبه سوات 4، هي لعبه عباره عن فيرست بيرسون شوتر، وجو بقى اف بي اي وبوليس والحوار ده. لعبه ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالرعب، الا ان حد من اللاعبين حب ان هو ينخور في ملفات اللعبه من باب الفضول، يعني لقى اوديوهات ولقى صور عن اللعبه ولقى حاجات يعني اللي هي موجوده في اي ملفات لعب عادي. بس لقى حاجه غريبه قوي، لقى من ضمن الملفات دي شخص لابس برتقاني ووشه اسود وبيتشنج بالطريقه المخيفه دي، ده عشوائيا كده. طب ليه المطورين حطوا حاجه زي كده؟ ما نعرفش، الموضوع لغز ومحدش عارف ليه حطوا حاجه زي كده في ملفات اللعب. فالحوار كان مخيف بصراحه، وبالذات بانك بتتكلم عن لعبه ملهاش علاقه بالرعب ولا بالشيطانيه والماسونيه والجو ده. نيجي على اللعبه اللي بعديها وهي لعبه جي تي اي 4. لا مش هتكلم انا على اللي هو لما بتوصل بقى عند اللي هو التمثال الحريه بتقوم طالع وبعد كده تلاقي قلب جوه بينبض، لا مش هقول انا على اللغز ده، في لغز تاني. وهي عباره عن ان في وسط ما انت بتتجول كده هيجي لك مكالمه مجهوله، فلو رديت عليه هتسمع الصوت ده. لو انت ما بتعرفش دي مين، دي واحده اسمها كيتي، ودي المفروض واحده ميته، لان في احدى المراحل قبل ما ترد على المكالمه دي ماتت في احدى المهمات بالرشاش. ولو انت تجاهلتها مفيش مشكله، هتكمل اللعبه عادي. بس لو انت بقى وافقت وقلت تروح لها هتاخد البت الميته دي وهتروحوا تتفسحوا في مكان اسمه كلاكن بيل، مطعم فرايد تشيكن. والمضحك في الموضوع انها هتقول لك ايه ده الاكل ده يثبت بالهارد اتاك. هارد اتاك ايه وليه؟ ده انت ميته اساسا. وبعد ما تتفسحوا هتوصلها لغايه بيتها وتقول له سي يو ليتر ومش عارفه ايه وانا هقابلك بعدين والجو ده، وبعد كده مش هتشوفها تاني. وبصراحه دي انا مش شايفها لغز قوي، انا شايفها جليتش، ومعظم اللاعبين شافوا برضو ان هي جليتش. اصل دي مش حاجه مقصوده، اكيد المطورين حاطينها، هي ساعات جي تي ايه بتحط حاجات كده بتشطح منه. بس كان الحوار مضحك بصراحه. اللعبه اللي بعديها بقى وهي من لعبه سايبر بانك، طبعا مش محتاج اشرح هي لعبه سايبر بانك كده فيها ايه، اكيد كلكم عارفين. المهم وانت ماشي كده في حته من الخريطه معينه وزحت الرف كده شويه على جنب، هتلاقي ارقام جنب التليفون بالظبط. الارقام دي نفس الارقام اللي قالوا بيج سموك في المهمه دي. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s. كانت حلوه قوي حته ان هم يرموا على مهمه في جي تي اس سان اندرياس، يعني استر ايج حلوه بصراحه. اللعبه اللي بعديها وهي من لعبه WWE 2K24، والحته دي بصراحه عجباني قوي، هتعجبك. عاده في العاب المصارعه انت بتلعب بقى مع شخص مثلا تاني وبتبتدوا تضربوا بعض وتشيلوا بعض والجو بتاع المصارعه ده، بس عمرك ما جربت تخش الحلبه وما تعملش اي حاجه واللي قدامك ما يعملش برضه اي حاجه وتفضلوا كده في الحلبه. ركز في كلام المعلقين كده. Hello? Hello? Is there anybody there?
Who are you talking to, Cole? المعلقين بيقولوا هو في ايه اللي بيحصل هنا، انا مش شايف حاجه، هم عاوزين يعلقوا بس مش عارفين، مفيش حاجه بتحصل في الحلبه. Oh! I thought I saw some movement. Never mind. And that commentary just about sums up what's going on in the ring. What is this, competitive ignoring? What is going on here? Not much of anything. Hopefully next time they'll hit the pause button. فدي بصراحه حته مضحكه جدا، وتسلم ايد اللي اكتشفها. اللعبه اللي بعديها والاخيره هي من لعبه اسمها تالوس برنسيكل. اللغز عباره عن ان في وسط ما انت بتلعب في حته كده مليانه جبال، هتلاقي في حته كده من الجبل بره الخريطه، فلو حاولت تنط عشان توصل لها هتلاقي يافطه مكتوب عليها دونت لوك داون، ما تبصش تحت يعني، ولو جربت تبص تحت فده اللي هيحصل. طبعا القايمه دي مش مراكز عشان بس محدش يفتكر ان انا حطيت دي المركز الاول، لا دي حاجه كده عشوائيه مني ليكوا يعني. وبكده يكون دي الحاجات اللي انا وصلت لها او الالغاز اللي انا عارفها يعني. اكتب لي تحت في التعليقات ايه الالغاز اللي انت عارفها ومن لعبه ايه بالظبط، او لو عاوزين نعمل جزء تاني عن الحوار ده ما تنساش تكتب لي تحت في التعليقات. وشكرا جدا جدا ليكوا على المتابعه، سلام عليكم.